بتكلم على ارض النادي الاهلي. النادي الاهلي الناس اللي بتقعد تتريق على الزمالك وعلى ارض الزمالك ومش لاقيين وباع ارض وكلام هذا عادي، الاهلاويه وتنافس وجمهور الاهلي وعايز يتريق على الزمالك ويتريق على ارض الزمالك. انت نفسك واخد ارض اللي انت انشأت عليها النادي الاهلي من حي في محافظه القاهره. الحي اداك الارض مقابل 100 سنه ايجار، تمام؟ مش عارف الايجار كان بجنيه، باين المتر بجنيه حاجه كده، ايجار عبيط جدا يعني، تمام؟ والنادي الاهلي خد الارض لمده 100 سنه، ال 100 سنه خلصوا، المفروض الارض ترجع لحي القاهره. حي القاهره لو خد ارض النادي الاهلي هيبيعها مثلا ب 3 مليار دولار مثلا. النادي الاهلي رفض وقال لك ما حدش يقدر يطلعني والكلام ده، والحي سكت والدنيا تمام، والاهلي خد الارض تاني ومأجرها. النهارده في قانون جديد في مجلس النواب بيقول لك الايجار القديم لا يصلح، خلاص الموضوع الايجار الجديد هي تقعد 5 سنين وتطلع من الايجار القديم لان الزمن غير الزمن. طب ما هو برضو ارض النادي الاهلي زمن غير الزمن، لكن حد يقول لي ده النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعمل خدمه مجتمعيه وده نادي الدوله وده نادي تابع للدوله وما اعرفش إيه. طب ما الزمالك نفس القصه، ما الزمالك خدمه مجتمعيه ونادي تابع للدوله ونادي بيحاول يطلع فلوس مش من الدوله منه عشان يصرف على انديه ويكبر في المنتخبات في كل الالعاب. فلازم زي ما بنقف جنب الاهلي نقف جنب الزمالك. دي وجهه نظري ورايي يعني. ده كلام مش كذب، انا بقول لكم الكلام ده حصل بدليل. حتى الزمالك في جامعه الدول العربيه قال لك ده ملك لوزاره الاوقاف، الارض دي ملك وزاره الاوقاف، وزاره الاوقاف عايزه الارض بتاعتها، فقرر النادي الزمالك انه يشتري الارض من وزاره الاوقاف. وابتدى وزاره الاوقاف يجدول الفلوس ويدفع. طب ما خلاص النادي الاهلي النهارده لو اشترى الارض بتاعت حي القاهره دي بتاعت نادي الجزيره ده هيشتريها بكام او هيأجرها بكام؟ من حي القاهره هيأجرها بكام؟ قول لي. انا بقول الكلام اللي بيزعل بس دي الحقيقه. النهارده الزملكاويه يقول لك انت مش ابن النادي وانت مش الكابتن التاريخي عشان ما اعرفش بتقول كلام على معالي مثلا. طب دي الحقيقه، انا اقول الحقيقه عشان الناس تصلح من نفسها، ده دوري كاعلامي. النهارده جمهور الاهلي يقول لك انت كاره وحاقد للاهلي وبتاع عشان بقول معلومه. هو ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ وكل واحد عايز يسمع اللي على مزاجه، حاجه غريبه جدا.